صدر. في ناس كتير عندها البنج في مشاكل، والصدر فيه مشاكل. في ناس عندها عضله الصدر صغيره ما بتكبرش وما بتزيدش، وهم بيتضايقوا جدا، ويحتار معاها، يقرص عليها في التمرين، يعمل لها مش عارفه ايه، ياخد ايه قبل التمرين، ياخد بروتين بعد التمرين، ما بتجيبش معاه. ليه؟ هو في التمرين ما بيستهدفش الالياف العضليه العرضيه للصدر. الصدر دي اليافه عرضيه، اليافه عرضيه يعني كده، تمام. دايما يعتمد على البار. اول ما يخش البنش يخش البار يا الفلات يا العالي، وكل قوته بتروح في الايه؟ في البار يا الفلات يا العالي. الطاقه بتاعته كلها، انا داخل العب صدر دلوقتي، واول ما بخش على الاداء الثابت اللي هو بتاع البار، سواء السميث او البار الحر، يا فلات يا عالي. انا بكون واكل كويس وبتاع، بضيع الطاقه بتاعتي ومجهودي، والاستفاده بتاعت العضله قليله، لان قلت الياف الصدر الياف عرضيه، فالاداء الثابت ده بيطلع ثابت، غير الاداء المتحرك. المتحرك ده يبقى اقوى، يعني بالدنابل او الماشين اللي بيقفل الدنابل، الفراشه، التجميع، الاجهزه اللي بتبقى واسعه وتقفل ضيقه، هو ده الاداء المتحرك. انما الاداء الثابت ان البار يبقى كده، بتمسك مثلا كده وتطلع برضو كده، ما بيقفلش، ده الاداء الثابت. بتضيع مجهودك، فتبص ما تلاقيش فيه تطور في عضله البنج، لانك بتعمل ده كل مره، وكل لما تيجي تغير البرنامج الغذائي بتعمل نفس الموضوع، التدريبي ده بتعمل نفس الموضوع، البار الفلات او البار العالي، وتحط البنج في بعض. لا يا عم، جرب اللي انا بقول لك عليه 4-5 اسابيع، افصل الفلات من العالي، ده رقم 1. انت بتستغناش عن البار مفيش مشكله، بس ما تخلوش في الاول. يعني ابدا الاول التجميع بتاع الفلات، اعمل كل الفلات، تجميع فلات وتفتيح فلات، كل حركه جاي جهاز عندك في العضله بتاعت النص التحتاني للصدر الفلات، العبها. دي التمرينه الاولى. اجي العب التمرينه الثانيه، هيبقى العالي كله، يبقى الضنابل العالي والتفتيح العالي، واخد الجهاز كله ده، الانكلاين، اي حركه انكلاين اشتغل عليه، الكابل كله اشتغل عليه من تحت، اشتغل كل ده كويس. المتوازي مهم جدا، الثابت في الصدر. لو انت عاوز صدرك يزيد او عضله البنج عندك تزيد، انا بقول لك سر دلوقتي، حط المتوازي الثابت في نص التمرينه 4 أو 5 مجموعات. يعني هتخش الصدر، خلص المجموعتين او 3 مجموعات، والعب 4 أو 5 ادوار متوازي ثابت، وارجع تاني. انا بديك مثل، كل واحد طبعا بيلعب البرنامج بتاعه مفيش مشكله، بس انا بقول لك افصل الفلات من العالي في الصدر، وفي نفس الوقت حط المتوازي الثابت من 4 ل5 مجاميع في نص التمرين، 4-5 اسابيع، واتفرج هتلاقي الموضوع اتغير معاك خالص. انما انت عمال تعمل اللي بتعمله، نفس البار الفلات، وبعدين البار العالي، وبعدين التجميع، وبعدين العالي، وبعدين لا، العضله مش هتتغير الا لما تعمل لها حاجه مختلفه، لما تعمل لها اداء حركي مختلف. ما تعملش اللي بتعمله، اعمل اللي ما بتعملوش. لما تيجي تطور في عضلاتك، او عاوز تعمل تطور عضلي، او عاوز تعمل حاجه، يعني مثلا هديك مثلا، اللي بيخش الجيم ما لعبش رياضه خالص، فاول ما يخش الجيم تلاقي يبان عليه حاجات بسيطه. ليه؟ عمل اللي ما كانش بيعمله. فاهم؟ عمل اللي ما كانش بيعمله. انت نفس الموضوع، عشان تطور في العضلات بتاعتك لازم تعمل اللي انت ما بتعملوش، مش اللي انت بتعمله. تمرينك لازم يتظبط، تستهدف العضله بالظبط، مش تخش تلعب كده وبالحب وبركه ويلا ويصعب، مش حاجه اسمها كده. استهدف العضله تلعبها.